4 ايام عدت على ماتش الاهلي والزمالك اللي ما اتلعبش، ولا اتحاد الكوره طلع بيان ولا رابطه الانديه طلعت بيان. مفيش غير بيان الاهلي بس هو اللي واضح وصريح، كلام واضح وصريح. الماتش يتحدد له ميعاد جديد، ودي مش بلطجه من الاهلي. الاهلي هنا مش بيبلطج وبيقول ان انا بلطجي، لا، الاهلي بيقول لهم يا جماعه انتوا باعتين لي جواب وبتقولوا لي فيه ان الماتش اتاجل ساعتين وبحكام اجانب. انا مش غلطان، الاهلي مش بيبلطج، الاهلي مش بيتكلم عشان هو الاهلي تقيل. الاهلي تقيل وكل حاجه، بس الاهلي مش بيبلطج ومش بيرخم. الاهلي ماشي بالنظام وماشي باللوائح. انتم مطلعين جواب وبتقولوا ان الماتش هيبقى بحكام اجانب. انتوا طلعتوا جواب للاهلي وقلتوا له ان الماتش هيتاجل وفي حكام اجانب هيجوا. دي مش بتاعتنا، احنا جاهزين هنلعب. انتوا اللي حطيتوا نفسكم في ورطه، الاهلي ما ورطكوش. انتوا عدم ادراككم للاداره اللي انتوا ماسكينها خلاكم لحد دلوقتي مش قادرين تصدروا بيان او قرار، مش قادرين تقولوا ان الاهلي انسحب من الماتش او الماتش هيتاجل له ميعاد او الماتش هتحط له ميعاد معين في وقت معين او الماتش اتحسب اي حاجه. انتوا مش قادرين تاخدوا قرار عشان انتوا عارفين ان انتوا غلطانين مع الاهلي ومع الزمالك. الزمالك رفض ان هو يتاجل الماتش، من حقه، والاهلي جاله جواب بتاجيل الماتش، فانا من حقي ان انا ما اجيش. فالموضوع الاهلي والزمالك هنا مش غلطانين خالص. هو الزمالك بس عنده عيب واحد هنا، ان هو كان رافض الحكام المصريين وكان بيقول الحكام المصريين هي اللي بتعمل وبتسوي فيه. فلما جالك جواب بيقول لك ان احنا ناجل الماتش علشان هنجيب حكام اجانب، قلت لا، انا عايز الحكم المصري. اشمعنى دلوقتي الحكم المصري بقى حلو؟ ما احنا عارفين ان الحكم المصري حلو وهو اللي بيسندك وهو اللي يجيب لك بطولاتك. بس انت دلوقتي مش لسه من 3 ايام كنت قبل الماتش بتقول الماتش عايز تأجله والماتشات عايز حكام اجانب؟ يعني عشان بس الزملكاويه هنا بيقولوا ان هم مظلومين في التحكيم المصري. دي ازدواجيه الشخصيه بتاعت الجمهور الزملكاوي. كل سنه وانتم طيبين وصباح الفل.